ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواني الكرام، ما زال حديثنا موصولا مع سيرة وحياة سيد الكرام عليه الصلاة والسلام في دروس السيرة لتصحيح المسيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأتم التسليم. وما زلنا نعيش منذ محاضرات عدة مع ذكر حدث إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم معراج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى حيث كرمه الله سبحانه وتعالى. وانتهينا في اللقاء الفائت عند وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السادسة. قال صلى الله عليه وسلم: ثم صعد حتى أتى السماء السادسة فاستفتح. من الذي صعد؟ جبريل. ومن الذي معه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الذي يطلب أن يفتح له؟ جبريل، ومعه النبي عليه الصلاة والسلام. فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. قال: فلما خلصت فإذا أنا بموسى عليه السلام. قال: هذا موسى عليه السلام، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال: فلما تجاوزته بكى. قيل له: ما يبكيك؟ قيل: لمن؟ لموسى. ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. بكى نبي الله موسى غبطة، بكى نبي الله موسى على ما فاته من الخير الكثير. تمنى لما رأى أن نبي آخر هذا الزمان هو النبي عليه الصلاة والسلام، وأن أمته آخر الأمم، وأن عددها أكثر الأمم، وأنها أول الأمم دخولا الجنة مع كونها آخر الأمم بعثة. فكأن نبي الله موسى تمنى أن لو كان هذا الخير له مع دوام هذا الخير لمن؟ للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتكلمنا في قصة نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وانتهينا عند نهاية السماء السادسة. قال: ثم عرج إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل. فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم، قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور. يبقى رأى النبي عليه الصلاة والسلام أباه إبراهيم في السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور. إذن استدل أهل العلم على جواز أن يعطي الرجل ظهره إلى القبلة، أن يعطي الرجل ظهره إلى القبلة، وأن يتوجه بوجهه إلى الناحية المقابلة لها، لأن البيت المعمور هو قبلة أهل السماء. في رواية أخرى: فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح.
لم يقل أحد من الأنبياء للنبي عليه الصلاة والسلام مرحبا به بالبنوة إلا آدم في السماء الأولى وإبراهيم في السماء السابعة. آدم في السماء الأولى وإبراهيم في السماء السابعة. كل الأنبياء عدا آدم وإبراهيم رحبا به بقوله مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وذلك كما أسلفنا في بداية ذكر دروس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الحافظ ابن كثير أن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ولد له من صلبه ولدان ذكران عظيمان. الأول إسحاق من؟ من سارة. والثاني إسماعيل من؟ من هاجر. أسنهما من هاجر، أسنهما من؟ إسماعيل من هاجر. وبعد ذلك رزق بإسحاق من؟ من سارة ببشرى الملائكة عند إبراهيم في بيته على نبينا وعليهما الصلاة والسلام. إسحاق كان من صلبه كل أنبياء بني إسرائيل، كل الأنبياء، إسحاق، يعقوب، يوسف، الأسباط اللي هم من؟ إخوة يوسف، كان من نسلهم، وإن كانوا هم ليسوا بأنبياء لكن كان من نسل الأسباط أنبياء كثر، وكان ربما يبعث في الزمن الواحد أنبياء كثيرين. وكان آخر هؤلاء الأنبياء نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فلما رفع عيسى إلى السماء ظلت الأرض على وضعها، وظلت فترة من الوقت حتى بعث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة لمن؟ لإسحاق. أما إسماعيل فلم يكن من صلبه إلا نبينا عليه الصلاة والسلام، هو نبي العرب. طبعا سيدنا إسماعيل ذهب مع إبراهيم وهاجر إلى مكة، لا حرمنا الله وإياكم من مكة والمدينة في كل عام مرات، ولا حرمنا الله من الموت في بلد نبيه بعد طول عمر وحسن عمل على حسن خاتمة، قولوا آمين. مكة أحب البقاع إلى الله وإلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام. بأمر من الله عز وجل خرج إبراهيم معه هاجر والرضيع من؟ إسماعيل. خرجوا من بلاد الشام حتى وصلوا إلى مكان لا أنيس ولا جليس ولا حسيس فيه. وكانت القصة المعروفة، تركت هاجر والرضيع، وإبراهيم اتجه بعد ذلك، حوار دار بينه وبين هاجر، وآخر دار بينه وبين الله. أما الذي بينه وبين هاجر: إلى من تكلنا يا إبراهيم؟ لم يرد إبراهيم، وهنعرف الآن لماذا إبراهيم لم يرد، بمعنى أنه سكت. ونحن نكرر هذه النكات واللطائف دائما في دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا خرجت بعد 7 أعوام أو 10 أعوام وجدت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بيضاء أمام عيونك أيها المسلم. سكت إبراهيم. كررت هاجر عليه السلام عليه السؤال: إلى من تكلنا يا إبراهيم؟ سكت إبراهيم. قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. وفي رواية: أومأ برأسه أن نعم، يعني بمعنى نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. وفي رواية قالت: حسبي الله. وفي رواية قالت: رضيت بالله. تركها إبراهيم، وكان اللقاء بينه وبين الله سبحانه وتعالى رافعا يديه إلى السماء. قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة، لم يكن فاجعل أناس ولا أجساد، وإنما قال أفئدة يعني قلوب. لذلك لا تجد بشر يهوون إلى هذه البقاع إلا وتسوقهم أفئدتهم. الأفئدة هي التي تسوق هؤلاء المحبين إلى بيت الله الحرام.
فاجعل أفئدة. تجد الرجل قادم منذ أيام وقلبه قد تركه هناك، أو ربما لما جاء بقلبه ظل الجسد موجود في الدولة أو البلد أو المكان الذي يسكن فيه، ثم يهاجر القلب بعد ذلك طوافا ببيت الله الحرام. قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ووالله إنها لنعمة كل النعمة أن يصيب قلبك دعاء نبي الله من؟ إبراهيم. هذه أرزاق، أن تجد قلبك يحب أن يهوي إلى هذا المكان وأن يطير إليه. ساعتها تعلم أن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان له فضل عليك إذ دعا فاستجاب الله، وجعل الله عز وجل قلبك من هذه الأفئدة التي تهوي إلى بيت الله الحرام. تجد هناك يعني هنا تسكب العبرات، وهنا ترى العباد الزهاد، وترى الطوافين حتى وإن كانوا مذنبين إلا أنهم لم يجدوا بابا أوسع ولا أرحم ولا أطيب من باب الله عز وجل يقفون على عتبته. نسأل الله أن نكون وإياكم من الطوافين ببيته الحرام في كل عام مرات، والواقفين على عرفات في كل عام. قولوا آمين. فدعا إبراهيم هذا الدعاء وتركها وانصرف. ثم بعد ذلك كان ما كان في قصة من؟ جبريل والسعي بين الصفا والمروة بعدما نفد ما معها من طعام وانتهى ما معها من ماء. وبعد ذلك بدأت تسعى تذهب إلى الصفا وإلى المروة، وغلامها يتلمظ ويضرب بقدميه كأنها ترى الحياة تخرج من جسده، وإذا بجبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام يتمثل لها: من أنت؟ وكانت امرأة زكية المعية، قالت: أنا أم ولد من؟ إبراهيم. ولم تقل أنا هاجر، وذلك لأن إبراهيم كان معروفا عند أهل السماء. فقال لها جبريل: وإلى من وكلكما؟ قالت: إلى الله. قال لها جبريل: وكلكما إلى كاف. ثم ضرب إسماعيل فكانت زمزم، خرج الماء ينبع من بين قدميه، ولو تركته هاجر لكانت زمزم يعني نهرا كثيرا ومعينا، ولكنها بدأت تحوط عليه وتقول: زم زم، فقيل له زمزم. بعد ذلك جاء الطير في السماء، والطير لا يأتي في السماء إلا على مكان تحته ماء. فنزلت القبيلة المعروفة قبيلة جرهم، وهم أصل العرب، هم أصلاء العرب. استأذنوها، كانوا قوما عندهم نخوة وشهامة، كان بإمكانهم أن يقتلوها وهي امرأة ضعيفة، أو يجلسوا رغما عنها، ولكن بأدبهم وأخلاقهم العربية التي كانت عندهم، وكأن الله عز وجل قدرهم دون غيرهم، استأذنوا من هاجر أن يمكثوا في مكة، فأذنت لهم، وعلى ألا يكون لهم يعني بشروط معينة بينهم وبينها. المهم شب فيهم من؟ إسماعيل. وإسماعيل لم يكن يتكلم العربية، ولكن تعلم العربية حتى فاقهم، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. تعلم العربية حتى فاقهم. لذلك بنقول على قبيلة جرهم، وأنا أوصل هذا التأصيل في هذا المكان لإبراهيم، بنسميهم العرب لا، العاربة. العرب العاربة اللي هم أصل العرب. إسماعيل تعلم منهم العربية وتزوج امرأة من جرهم، فيقال في إسماعيل الذي تزوج منهم العرب، والذين أتوا بعد ذلك العرب المستعربة. وعندنا عرب اسمهم العرب البائدة، يبقى عرب بائدة وعرب عاربة وعرب مستعربة. العرب البائدة كانوا كم؟ 4 قبائل من العرب: قبيلة طصم وقبيلة جديس. طصم وجديس كان بينهما حرب، عالم حيوانات، الغابة بدون إسلام ودون دين، ترى الناس مثل البهائم، غابة البقاء فيها لمن؟
للأقوى. جديس وطصم كان بينهما حروب، القبيلتين أنهوا على بعض، لذلك يخلوهم العرب الايه؟ البائدة، بادوا لم يعد منهم أحد. وثمود وعاد، فأما ثمود فأهلكوا وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتي. خلاص لم يعد لا تصم ولا جديس ولا عاد ولا ثمود ولا أي شيء. والعرب العربة اللي هم جرهم، والمستعربة اللي هم نشأ بهم بدايتهم إسماعيل، ثم بعد ذلك كل من جاء بعد ذلك وسكن مكة وتعلم العربية من قبيلة إيه؟ جرهم. إسماعيل تزوج وجاءه إبراهيم بعد ذلك، وكانت امرأة إسماعيل امرأة يعني لا تذكر الخير الذي تعيش فيه من زوجها. جاء إبراهيم، تصور بقى، إبراهيم جاء زائرا لمن؟ لولده اللي المفروض الوحيد بعد فترة من الوقت، يعني أمه أنجبته ثم أخذها من بلاد الشام إلى بلاد مكة، وبعد ذلك ظل إبراهيم ما شاء الله عز وجل له أن يمكث. جاء بعد ذلك بعدما شب إسماعيل وتزوج يعني أكثر من 20 سنة 30 سنة، فدخل فقال كيف حالكم؟ فلم تذكر خيرا. أين إسماعيل؟ قالت ذهب يأتي لنا بطعام أو ذهب في بعض قضاء حوائج أهله. سألها عن حالها لم تذكر خيرا. قال لها إن جاء زوجك إسماعيل فقولي له جاء شيخ يقرئك السلام ويقول لك غير عتبة بابك. وهذا كناية عن طلاق امرأته، أن امرأة لم تذكر شيئا وهي تعيش في كنف رجل نبي، أبوه نبي، كيف بأخلاق الأنبياء؟ فلما جاء إسماعيل آنس في البيت شيئا، آنس في البيت شيئا. قال هل جاءنا من أحد؟ قالت جاء رجل كذا وكذا وكذا، هل أمرك بشيء؟ قالت نعم. قالت له قال لي إن جاء إسماعيل زوجك فقولي له يغير عتبة باب. يعني أنت سيبني بقالك 20-30 سنة وأول طلب تطلبه مني إن أنا أطلق زوجتي؟ قال هذا أبي إبراهيم وقد أمرني أن الحقي بأهلك. طلاق، هذا طلاق. بعد ذلك مكث إبراهيم ما شاء الله أن يمكث، ثم جاء بعد ذلك بعد فترة ووجد إسماعيل قد تزوج بامرأة أخرى. أين زوجك؟ قالت ذهب يقضي لنا بعض. كيف حالكم؟ قالت بخير حال ونعمة. قال إن جاء إسماعيل فقولي له جاء شيخ ويقول لك ثبت عتبة بابك. سافر إبراهيم ما شاء الله أن يمكث. جاءه بعد ذلك إن الله أمرني أن أبني له بيتا ها هنا. دي الشاهد الذي ذكرت كل هذا من أجله. جاء إسماعيل بمنتهى البر، ونسيت أن أقول لكم أنه قبل أول مرة يأتي، قبل المرة التي قال لها غير عتبة بابك، جاء لأمه وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. يعني أنت تتركني منذ 10 أعوام ثم تقول لي إني أرى في المنام أني أذبحك، ثم تتركني 20 سنة أو ما يقرب من ذلك أو أكثر أو أقل، ثم تقول لي طلق زوجتك، ثم تأتي بعد ذلك وتقول لي ثبت عتبة بابك. ثم المرة الأخيرة جاء إن الله أمرني أن أبني له بيتا ها هنا. قال الله عز وجل، واسمع إلى الآية، وعجيب الآية، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وهذا الرجل كأنه سقط من القرون الأولى، له طابع يختلف عن أي طابع عالم من العلماء تقرأ له أو تسمع عنه. لما قرأ هذه الآية يوما وجاء في تفسيرها على الطلبة ظل يبكي أكثر من 5 دقائق، وقال سبحان الله، أمر مخصوص لعبد مخصوص بشيء مخصوص بطلب مخصوص، ثم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه. ربنا تقبل منا إنك أنت فلما كان إبراهيم في البناء، كان إبراهيم يبني وإسماعيل هو الذي يناوله،
حتى كان مكان في الذي يقال له مقام إيه؟ إبراهيم، الذي قال الله فيه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا المكان الذي ترى هناك، وكان هذا المكان ملصق بالإيه؟ بالحائط الذي كان إبراهيم يقف عليه. لما كثر الناس ودخلوا في دين الله في خلافة عمر بن الخطاب، أمر عمر أن يرجع إلى الخلف كما تراه أنت الآن. فمن الذي بنى بيت الله الحرام؟ إبراهيم. لذلك الجزاء من جنس العمل. أسكنه الله السماء السابعة، حيث رآه النبي مسندا ظهره إلى البيت المعمور الذي هو قبلة أهل السماء، كما أن الكعبة هي قبلة أهل الأرض. والجزاء من جنس العمل. رآه النبي مسندا ظهره إلى البيت المعمور. البيت المعمور بيت عجيب، هو بيت حيال الكعبة، يعني لو سقط من السماء السابعة لخر على الكعبة التي في الأرض حيث مكة. هذا البيت يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى يوم القيامة. لذلك استدل أهل العلم على أن أكثر أجناس المخلوقات هم الملائكة، لأنه لا يعلم بدليل من يتجدد جنسه كل يوم 70,000 غير الذين دخلوا البارحة أو غير الموجودين في اليوم الذي قبله. فنبينا صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، قال هذا إبراهيم فسلم عليه. قال فسلمت عليه، فقال مرحبا بالأب الصالح والنبي الصالح. رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذه السماء البيت المعمور الذي لعظمه أقسم الله عز وجل به في قرآن يتلى. قال الله والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور. ووصف علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عنه قال هو بيت في السماء يقال له الضراح أو الضريح، يقال له الضراح أو الضريح، وهو بحيال الكعبة من فوقها. حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض. حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض. يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يرجعون فيه أبدا. كذلك رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سدرة المنتهى التي ذكرها الله في سورة والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حتى قال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قيل لها المنتهى عندها ينتهي علم الخلائق، فلا يعلم لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ما الذي يحدث بعد سدرة المنتهى. هنا يتوقف علم الخلائق أجمعين من لدن جبريل الأعلى وإلى كل الملائكة فضلا عن بني آدم. قال الحافظ ابن حجر واسمع: وقع بيان سبب تسميتها بسدرة المنتهى في حديث ابن مسعود قال: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، خلي بالك، وهي في السماء السادسة. من اللي بيقول كده؟ ابن مسعود. وإليها ينتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط فيقبض منها، كما قلت. قال النووي: قال ابن عباس والمفسرون وغيرهم: سميت سدرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي إليها ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذا الإنسان العجيب الذي وصل من تعظيم الله له ومحبته له
أن يوصله إلى مرتبة لم يصل إليها ملك مقرب كجبرائيل ولا نبي مرسل كأبيه إبراهيم. من هذا العابد المحب لله عز وجل؟ من هذا الذي يرضى له رب العالمين أن يكون شفيعا للأمم جميعا، وأن يقال له في أرض المحشر ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى؟ هذا الإنسان الذي أعطاه الله عز وجل من صفات الكمال والجلال والعظمة والإجلال البشرية ما لو قرأ عنه العدو لصار له محبا. لم يصل أحد إلى هذه المرتبة حتى من؟ جبريل اللي هو أفضل الملائكة على الإطلاق. قال: لم يجاوزها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين سدرة المنتهى؟ حديث ابن مسعود بيقول إن هي في السادسة، وحديث أنس بن مالك يقول في السماء السابعة. القرطبي قال في إيه؟ ما يوهم التعارض. بلاش تعارض، لأنه ليس هناك تعارض بين حديث وحديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بنقول فيه ما يوهم التعارض. ده قول مين؟ القرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن. والحافظ ابن حجر العسقلاني قال: جنح القرطبي إلى التعارض، لكن القرطبي لما قال في تعارض قال: ولكن حديث أنس عليه الأكثر أن هي في السماء الإيه؟ السابعة. لكن شوف بقى الحافظ ابن حجر، هذا الرجل الذي قيده الله عز وجل لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ولا تعارض بين قول أنس في حديثه وبين قول عبد الله ابن مسعود، لأنه يحمل على أن أصلها في السماء السادسة وأغصانها وفروعها في السماء السابعة. تصور، الأصل في السادسة والفروع شكلها. اسمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام واللي بيحكي النبي في وصف سدرة المنتهى، وهو الذي أعطاه الله إيه؟ جوامع الكلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر، الثمر مثل الجرة. تصور الجرة قد ايه؟ مثل قلال هجر. يبين، طبعا هي أعظم وأكبر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عايز يبين المفهوم لمين؟ للصحابة رضي الله عنهم حتى يفهموا الشكل. فإذا نبقها مثل قلال هجر اليمن. قال: وورقها مثل آذان الفيلة. شوف ودن الفيل، هذا هو الورق بتاع سدرة الايه؟ المنتهى. قال: يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن ثمرها في الكبر مثل القلال، وكانت معروفة عند المخاطبين، ولذلك وقع التمثيل من النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك جاء في وصف السدرة: فلما غشيها من؟ يعني ايه غشيها؟ علاها. فلما ايه؟ علاها عليه الصلاة والسلام. فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت يعني ايه؟ الألوان بتاعتها بدأت تتغير. اسمع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي أعطاه الله جوامع الكلم: فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. لاني ولا إيه ولا غيري، يعني مهما أصف لكم في جمالها وفي شكلها وفي ألوانها، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من إيه؟ من حسنها. قال: وجاء كذلك في الأشياء التي رآها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه رأى جبريل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل عند سدرة المنتهى.
يعني رؤية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها، له 600 جناح قد سد الأفق. رآه نزلة أخرى، مرة في مكة ودي المرة الثانية عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، عليه 600 جناح ينثر من ريشه التهاويل والدر والياقوت. جناحه الريش ينثر منه التهاويل، الألوان المختلفة، الأزرق والأخضر والأصفر والأبيض والأحمر، ويخرج منه الدر والياقوت، ليشتد قلب النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، وليجأر ويذأر بالدعوة إلى الله ولا يخاف من أحد. عليه الصلاة والسلام رأى بعينيه الملائكة، ورأى الأنبياء، ورأى الطباق، ورأى أبواب السماء تفتح، ورأى البيت المعمور، ورأى الجنة، ورأى النار، ورأى الكوثر. بعد ذلك يتحدث النبي عن الجنة، ذلك الصحابة هيقولوا لك بعد ذلك نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار فكأنه رأي عين، كأنهم ينظرون إليها لا يضامون في رؤيتها أو لا يضارون في رؤيتها. قال: ورأيت جبريل عليه 600 جناح ينثر من ريشه التهاويل والدر والياقوت. أقرب من رأيت به شبها دحية ابن خليفة ابن رمح الكلبي رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو أول مشاهد دحية، كان من أجمل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، شهد أحد وما بعدها من المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لا أطيل، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام كذلك الأنهار الأربعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل هذا في السماء السابعة، دليل على أن السماء السابعة لها مزية ولها مكانة ولها مرتبة أعلى من السماوات الست، ففيها نبي الله إبراهيم وهو أعظم الأنبياء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وسقفها عرش الرحمن، وفيها جنات الفردوس، فيها جنات الفردوس كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في أصلها، في أصل السدرة 4 أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. عارف النيل اللي الناس بترمي فيه الزبالة، الناس بترمي فيه الزبالة هناك، ده أصله من الجنة، لا إن هو الماء اللي بيقوله الآن بيجيله من الجنة، لا، أصله كان من لذلك ينبغي أن يكرم لأن أصله من الجنة. قال: فالنيل والفرات. قال: ثم عرج بي، ما زال يعرج به عليه الصلاة والسلام، حتى ظهرت أعلى لمستوى أسمع فيه صوت صريف الأقلام. وصل لمرتبة سمع النبي بأذنيه صوت أقلام الكرام الكتبة من الملائكة وهم يكتبون أفعال العباد. شوف، عظم الله سمعه، وعظم الله بصره، وعظم الله عز وجل ظهوره وعلوه وجسمانه ومرتبته من ساعة صلى إماما بالأنبياء وإلى أن تفتح له السماوات وإلى أن يصل إلى مكان لم يصل إليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أدخلت الجنة عليه الصلاة والسلام، فإذا فيها حبايل اللؤلؤ. تعرف الواحد لو ظل يتحدث عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات لقلنا والله ما شبعنا من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. كلامه وأفعاله والأحداث التي أكرمه الله عز وجل بها يستشفى بها المريض. قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. تراب في الجنة المسك.
والطوف في الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المونة اللي بتمسك اللبنة دي واللبنة دي المسك الأذفر كما قال عليه الصلاة والسلام. وأعطاه الله عز وجل الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. وقال فيه عليه الصلاة والسلام: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف. الحفتاه يعني جنباه، قباب الدر الأحجار الكريمة المعروفة المجوف مثل استدارة نصف القمر مجوف. قال: فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر، يعني طيب الإيه؟ الرائحة. وقال فيه عليه الصلاة والسلام: حوضي مسيرة شهر. عدد آنيته، ذا في حوض النبي عليه الصلاة والسلام عدد آنيته كعدد نجوم السماء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى مذاقا من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. قال أنس: لما عرج بالنبي إلى السادسة قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ فقال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. ورأى النار. قال حذيفة: فرأياه، أي النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل على نبينا وعليه الصلاة والسلام، الجنة والنار ووعد الآخرة. ثم هناك ثمة مشاهد رآها النبي عليه الصلاة والسلام، منها احنا بنتكلم عن المشاهد التي رآها النبي ليلة المعراج، ومن قبل ذلك ذكرنا المشاهد التي رآها النبي ليلة الإسراء. في بعض الخطباء والدعاة يخلطون الشيء المرئي يوم المعراج بالشيء الذي رآه النبي في ليلة ليست هي بليلة المعراج. عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، يأتي بأصابعه ويضرب بها صدره ويخمش بها وجهه. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. نحن لو قدر الله عز وجل قول الله: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، لو قدر الله أن يرى هذا اللحم لرأيت كثيرا من المسلمين وهو يمسك بلحم أخيه يلوكه بين فكيه. تصور أنت الآن تتحدث عن أخيك، شوف الجزاء من جنس العمل. الأظفار تخدش بها نفسك وتقطع بها وجهك وصدرك. قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. تحدث بالليل وبالنهار فلان وعلان وفلانة وعلانة، ولا يعلم المسلم أن الله عز وجل خلق له لسانا لعظم هذه الجارحة، حبسها ربك بين سجنين عظمي ولحمي، فأما العظمي فهو الأسنان وأما اللحمي فهما الشفتان. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يمسك بلسانه ويقول: هذا والله هو الذي أوردني الموارد. وقال معاذ بن جبل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس، وفي لفظ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام بين في حديث المفلس: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع
قال عليه الصلاة والسلام: ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وصدقة وحج. يعني كان بيصلي وبيصوم وبيزكي وبيحج. وأهل العلم بيقولوا طالما أن الله كتب له أجر الصلاة والصيام والزكاة والحج، معنى ذلك أن هذه الأفعال قبلت منه، فقد كان يفعلها ابتغاء وجه الله، لكن شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. والله العظيم عندما ترى هذا الكلام تخاف على نفسك أيها المسلم. نترك النبي عليه الصلاة والسلام مع جبرائيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام حيث السماء السابعة، ثم بعد ذلك العطايا والهدايا التي أعطاها الملك لعبده عليه الصلاة والسلام. لأنه قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام الرحلة لأنها غير عادية ناسب أن تكون الوسيلة غير عادية، وأنه قد جرت عادة الملوك أنهم إذا أرادوا أن يرسلوا رجلا له مكانة ومهابة أرسلوا له شيئا يركبه، فإذا جاء ليخرج من عندهم أعطوه هدية. في ملك تزوره ما يديكش هدية؟ ده أنت لو رايح تزور ملك في يوم زواج ابنته أو ولده أو غير ذلك لابد أن تأخذ هدية، وهذه تكون ثمينة، ممكن تكون خاتم، ممكن يكون ذهب، ممكن يكون لؤلؤ، ممكن يكون شيء من هذا تليق بكونه ملك. فكيف بملك فقد أعطاه الملك هدايا. أعطى ملك الملوك لعبده رسول الله محمد هدايا، فما هذه الهدايا؟ يعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللقاء الآتي إن قدر الله اللقاء والبقاء. هذا ما تيسر إراده وأعان الله على إعداده، وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.